ما تنسوش تدعمونا بجيم وتشتركوا في القناة باش يلحقكم ديما الجديد تاع الأخبار الوطنية والدولية. واش راهم يقولوا؟ المعلق الجزائري المعروف في شبكة بي إن سبورتس القطرية حفيظ الدراجي راهو القاروح وسط تسونامي تاع انتقادات ومشاكل بعد تدوينة تويتر حطها على حسابه الرسمي. حفيظ هدر على الرد الإيراني على واش سماه العدوان الأمريكي وقال باللي كان مبرر. هذه الهدرات فهمت عند بزاف ناس باللي راهو يدعم في هجمات مس الدول العربية في المنطقة، وهذا اللي شعل النار في مواقع التواصل الاجتماعي. القيامة قامت خاصة في الخليج، بزاف ناشطين شافوا باللي حفيظ خرج على التحليل الرياضي ودخل في السياسة الضيقة، وزادت بنا موقف منحاز في ملف واعر يمس أمن الدول. الجدل زاد كبر كثر كي دخلوا إعلاميين خليجيين على الخط وطالبوا إدارة بي إن سبورتس باش تدير حد لهذه التصريحات، خاصة وأن القناة مقرها في الدوحة وتخدم في محيط خليجي. انتقادات لاذعة. حتى الإعلامي القطري عبد الرحمن بن سعود مسكتش وحط تدوينة قصف فيها الدراجي وقال باللي مواقفه راهي تضرب في البلاد اللي راهو عايش وخدام فيها، وطالب الإدارة باش تدير إجراءات صارمة ضده. الوضعية الحالية لحد الساعة بي إن سبورتس ما خرجت حتى بيان رسمي، والموضوع راهو داير حالة بين مؤيدين يشوفوا باللي هذه مجرد حرية تعبير، وبين معارضين يقولوا باللي هذه التصريحات راح تحط حفيظ في موقف بزاف محرج في خدمته في الدوحة. وفي الأخير نقولوا باللي حفيظ دراجي تصرف بدون حكمة هنا. الصراحة هذا الكلام ما ينقالش بهذه الطريقة وهذا الطرح. وهنا عاود رجع لنفس قصة ملف سوريا والأسد من اعترضوا هيه بقوة،